ولدت هدى شعراوي في بيئة بسيطة، وكان الفن بالنسبة لها حلما بعيدا. لكنه لم يكن مستحيلا. دخلت عالم التمثيل بهدوء، دون ضجيج أو شهرة مفاجئة. سنوات طويلة من العمل في أدوار صغيرة كانت تمر كأنها اختبار صعب. كانت تؤمن أن الفرصة الحقيقية لا تأتي إلا لمن يستحقها. اللحظة التي غيرت كل شيء ثم جاء مسلسل باب الحارة. دور أم زكي لم يكن بطوليا على الورق، لكن شيئا في داخلها قال: هذا الدور مختلف. عندما وقفت أمام الكاميرا لم تمثل فقط، بل عاشت الشخصية. ضحكتها، طيبتها، وحتى نظراتها الحزينة جعلت الناس يصدقون أنها فعلا داية الحارة. لم تعد هدى شعراوي مجرد ممثلة، أصبحت رمزا للحنان، صورة للأم الدمشقية، ووجها مألوفا في كل بيت عربي صار الناس ينادونها أم زكي حتى خارج الشاشة. خلف الكواليس، إنسانة حقيقية، لكن خلف تلك الشخصية القوية كانت هناك امرأة عاشت مثل أي إنسان، واجهت صعوبات الحياة، عاشت تعب السنين، لكنها لم تتخلى عن شغفها. كانت تؤمن أن الفن رسالة وليس مجرد شهرة. النهاية، لكن الحكاية مستمرة. قد تنتهي المسلسلات وقد تتغير الوجوه، لكن أم زكي ستبقى دائما في الذاكرة، لأنها لم تكن مجرد دور، بل كانت روحا حقيقية جعلتنا نؤمن أن بعض الشخصيات لا تموت. رغم انتشار الكثير من الأخبار على مواقع التواصل حول وفاة الفنانة هدى شعراوي التي عرفت بدور أم زكي في مسلسل باب الحارة، إلا أنه لا توجد أي مصادر رسمية أو مؤكدة تثبت هذه المعلومات. في الحقيقة، ما يتم تداوله هو مجرد إشاعات ناتجة عن غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، إضافة إلى ارتباط الجمهور الكبير بالشخصية التي قدمتها، مما جعل البعض يخلط بين اختفاء الفنانة ووفاتها. لذلك، من المهم التأكد من الأخبار قبل تصديقها أو نشرها، لأن الحقيقة حتى الآن هي أنه لا يوجد إعلان رسمي عن وفاتها أو عن سبب وفاة لها.